كيقول أبو العباس في سنة 238 كنت في زيارة لخوارزم، واللي ما كيعرفش خوارزم الخوت فهي متواجدة في أوزبكستان، فيها واحد المدينة سميتها هاراسيب. نتمنى نكون نطقتها مزيان. كيقول جيت لهاد المدينة هادي وسمعت أنه فيها واحد السيدة سميتها رحمة بنت إبراهيم الخوارزمي. هاد المرأة هادي ليها سنين عديدة ما كلات ما شربات ولا قضات الحاجة ديالها، يعني ما كتدخلش المرحاض حاشاكم. كيقول أنا سمعت هاد الشي وصافي، وما كان عندي حتى شي دافع باش نتحقق من القصة، غير سمعتها في الطريق وصافي، حيت الخبر كان منتشر تما. وفي عام 242 رجعت مرة أخرى لهاراسيب في خوارزم، فتفاجأت أنه الخبر منتشر بزاف، ما كاينش الكبير ولا الصغير اللي ما عارفش هاد القصة ديال هاد المرأة اللي ما كتاكل ما كتشرب. كيقول أنا هنا ولا عندي فضول أني نشوف هاد السيدة، فطلبت أني نشوفها، وفعلا تلاقيت بها. وفاش شفتها كانت مرة اللي شابة، سولتها على القصة ديالها وخديت منها رؤوس أقلام وصافي، لأنه ما كنتش عاطي الأمر أهمية وما دققتش فيه، كنظن بحكم أني كنت صغير في ذاك الوقت. وكيزيد يقول في عام 252 للهجرة رجعت لهذه المدينة وأنا مهتم باش نقول القصة ديال هاد السيدة ونتقص مزيان عليها. والخوت ما تنساوش شكون اللي كيعاود لينا هاد الشيء، راه أبو العباس عيسى الخوارزمي رحمه الله، يعني ماشي أي واحد. كيقول فجيت عام 252 وبديت كنتقص ونسول على هاد المرأة هادي، جالس وكنجمع المعلومات على هاد السيدة. فسولت كبار القوم عندهم، سولت الفقهاء وسولت العلماء والقدوات المعروفين عندهم، وكلهم كانوا كيقولوا تقريبا نفس الشيء، ما كان على لسانهم غير الثناء على هاد المرأة. كانوا كيقولوا مرأة صالحة، مرأة عفيفة، ومرأة مشهود لها بالخير. فقال أبو العباس هنا اطمئنيت من جهتها وقلت صافي، بعد المرأة الوضع ديالها مزيان، ولكن إذن شنو قصتها؟ كيقول فجيت وسولت عليها فين كاينه دابا، حيت كنت باغي نتلاقاها. فقالوا لي هي راه غادا دابا شاد الطريق لواحد القرية على رجليها. فمشيت نقلب عليها، وفعلا وانا شاد الطريق على العود ديالي تلاقيت معها وهي غادا على رجليها. لقيت عليها السلام، فردت عليا السلام. قلت لها واش انتي رحمة؟ جاوبتني انا هي رحمة. كيقول ابو العباس انها كانت مرأة متوسطة الطول، الصحة ديالها مزيانة، يعني ما بالي فيها والو. فقال لها انا بغيت نهضر معاك ونسولك بعض الاسئله، واش تسمحي لي لالا؟ قالت لي تفضل. قلت لها اشنو القصه ديالك انت؟ الناس كيقولوا انك انت ما كتاكلي ما كتشربي ما كتقضي حاجتك، واش ممكن تفسري لي شنو هي القصه ديالك؟ شافت فيه وقلت ليه واخا انا نعاود لك القصه. في سنه من السنوات انا كنت متزوجه بواحد السيد نجار، وعلى قد الحال كانت ماكلتنا نهار بنهار ورزقنا نهار بنهار، وكان جاوني منه شي وليدات صغار. في هذيك الوقت كان واحد الحاكم من حكام الترك الكفار هجم علينا، والمدينه ما كانش فيها العسكر، كان هجم علينا ومعه 3000 جندي وبدا كيقتل في الناس ديال الخوارزم. وحنا كان وصلنا الخبر فتحصلنا في واحد الحصن باش ندافعوا على راسنا، ولكن في الاخر وصل عندنا هو والجيش ديالو. وملي وصل لينا الوالي ديال المنطقه كان متواجد معنا في الحصن، وكلنا كنا مخبين عائلاتنا وولادنا وكل شيء. فهاد الوالي قال لنا ما ديروا والو وما تواجهوهمش بين ما يجي المدد من عند السلطان. كتقول فبدا هذاك الملك التركي الكافر كيدير لهم المناوشات على الحصن. فهنا الرجال خافوا ان داك الجيش يهجم عليهم وعلى ولادهم وعائلاتهم. فنض 400 شخص من الشباب اللي متواجدين تما، وبينهم الزوج ديال الرحمه، خرجوا باش يحبسوا الجيش ولا يربحوا لهم شويه ديال الوقت بين ما تجيهم المساعده. بمعنى اخر باعوا انفسهم لله سبحانه وتعالى. وفعلا طرا التحام بين هاد 400 شاب والجيش التركي، وطرات مقتله اللي عظيمه حتى ماتوا كاملين.
وراها مباشرة وصلوا الإمدادات من الحاكم، فاضطر الجيش التركي أنه يتراجع، اللي مكن والي المنطقة أنه يخرج ويرجع الجثث ديال دوك 400 شهيد اللي تقتلوا في سبيل الدفاع عن شرفهم. كتقول رحمة كانت أصوات البكاء عظيمة وطاغية، وما كانش حد في العائلة تما اللي ما ماتش ليه شي عزيز. وكتقول حطوا قدامي الزوج ديالي، شفت فيه وما قدرت غير نبكي، وانا كنتفكر ولادي اللي تيتموا، وبديت كنبكي وانا كننتحب بكثرة الحزن والقهر اللي حسيت به. وتجمعت عليا عائلتي وكل شي كان كيبكي معايا على راجلي. كتقول وانا على هاد الحال ادن المؤذن لصلاة المغرب، فقفزت من بلاصتي ونط نصلي. صليت وكملت ما شاء لي الله اني نصلي، وطولت واحد الوقت في السجود وانا كنهضر مع مولايا وكندعي. كتقول حتى ما عرفتش كيفاش داتني عينيا ونعست. ملي نعست شفت راسي مشيت لواحد الارض اللي زوينه بزاف وفيها الحجر، وانا غادا كنمشي سمعت شي حد كيعيط عليا، دوا معايا وقال اش بغيتي هنا الحرة؟ قلت ليه انا جاي نقلب على راجلي. قال لي شدي لي من ديالك وبقاي غادا قود وغادا تلقايه. درت داكشي اللي قال لي السيد ومشيت حتى خرجت من جهة الحجر وتفاجأت بواحد الارض خضراء وفيها شي مباني وقصور ما نقدرش نوصفها لكم من شدة الجمال ديالها. وكان فيها شي انهار ما عندهاش قناة ولا حواف، تقول الماء ديالها كيمشي فوق الارض وما كيخرجش من بلاصتو. وكتقول رحمة فمشيت ومشيت حتى وصلت لواحد الرجال جالسين وضايرين على واحد المائدة مجموعين وكياكلوا. كانوا هاد الرجال لابسين تواب في الخضر ووجوههم كاملين منورة تقول غير القمرة، وجالسين في حلقات مفرقة. فبديت كنشوف وجوههم وانا كنقلب على راجلي وهما جالسين كياكلوا فحال الا ما ردينش ليا البال، حتى سمعت شي حد كيعيط ليا بسميتي هاد المرة هادي وكيقول يا رحمة يا رحمة. بقيت تابع الصوت، فإذا به الزوج ديالي، وإذا به سبحان الله زوين بزاف ومنور، وكان لابس شي ملابس وشي حلي اللي خضرين، وكان جالس مع واحد الجماعة كياكلوا. فقالت رحمة فدار الزوج ديالي عند صحابه وقال لهم واش تسمحوا لي نعطي لهاد المسكينة طرف ديال الخبز حيت راها فيها الجوع وشحال هادي ما كلاتش، تسمحوا لي نعطيها؟ كتقول فمد لي واحد الخبزة انا كنشوف فيها وعارفه انها خبزه، ولكن كيفاش تصاوبات انا ما عرفتش حيت كانت بيضاء اكثر من الثلج. اما الطعم ديالها فكان لذيذ بزاف ألذ من العسل ولا السكر. اما الرطوبيه ديالها فكانت ارطب من الزبده. خديتها وكليتها حتى حسيت بها هبطت المعده ديالي وغير ساليتها. قال لي راجلي وهو متبسم وفرحان صافي يا رحمه الله كفاك هم الماكله والشراب، ودابا سيري يا رحمه سيري. وانا نفيق من النعاس فقت وانا كنحس براسي شبعانه، كنت كنحس براسي شبعانه وما فيا لا عطش لا والو. ومن ديك اللحظه وانا مرتاويه وشبعانه لحد الان. عرفتوها الخوت شحال ديال الوقت هذاك؟ 25 عام وهي شبعانه. 25 عام وهاد المراه ما كتاكل ما كتشرب ما كتقضي الحاجه ديالها. كيقول ابو العباس الحكام ديال هاد المدينه كانوا كيديروا مع هاد السيده شي اشياء بحكم انهم شاكين في الوضع ديالها، لانه كان هناك احتمال انها تكون سحاره او دجاله، مع انه المراه السمعه ديالها زوينه ولكن شكوا فيها. كيقول جا واحد الحاكم وحبسها لمده شهرين وحط عليها حراس باش حتى شي واحد ما يقرب لها. وفعلا لاحظوا انها ما كتاكل ما كتشرب ما كتمشي للطواليت حاشاكم. تخيلوا معايا هي محبوسه وفي غرفه بوحدها لمده شهرين وهي ما محتاجه لوالو، فولاو من بعد كيحسنوا المعامله ديالها وكيقدروها. ممكن تقولوا لي اشنو طاري هنا وشنو السبب ديال هادشي اصلا؟ ولكن غادي نقول لكم هذه راها كرامه ديال الله كيعطيها لمن يشاء من العباد ديالو. وكيكمل ابو العباس وكيقول
سولتها مازال وقلت لها واش ممكن نطرح عليك بعض الاسئله اخرين. قالت لي تفضل. قلت لها واش ما كتحسيش بالرغبه للاكل والشرب ابدا؟ قالت لي والو، ديما شبعانه والعطش ما كيقربش ليا. قلت لها واخ، ايوا الوضوء بما انه ما كيخرج منك والو فكيفاش كديري مع الوضوء؟ قالت ليه انا سولت الفقهاء وخرجوا لي بواحد الفتوى انه لازم نتوضا. وعلاش هادشي؟ حيت راني كنعس وقالوا لي بما انك كتنعسي فتوضاي راها من الخير. قلت لها ما تاخدينيش، ولكن واش كيخرج منك ريح ولا مثلا الغازات ولا هكا؟ قالت لي لا ابدا. قلت لها وبالنسبه للحيض واش كيخرج منك توا؟ قالت لي لا، تقطع مني من داك النهار مع الماكله والعطش. فسولتها واحد السؤال اللي شويه محرج. قلت لها واش كتلقاي في نفسك الرغبه للرجال او لا الشهوه؟ فقالت لي زعما ما حشمتيش تسولني على هادشي. قلت لها لا ما تفهمينيش غلط، راه غير الناس غاديين يسولوني هادشي هذا، وهاد الاسئله هادي راه ثقي بيا غاديين يسولوها، وانا حبيت يكون عندي جواب لكاع الاسئله ديالهم. فقالت لي لا. وكيقول ابو العباس كنا كناكلو وكانت هاد السيده حدانا كتغطيني فيها بزيف حيت الريحه ديال الماكله كانت كتأذيها، وكانت قالت ليه انه كرشها لاصقه مع ظهرها. كيقول ابو العباس فعطيت الامر ديالي لوحده من العائله ديالي باش تشوف واش داكشي اللي قالت هاد السيده كاين ولا ما كاينش، ولقات فعلا كرشها لاصقه مع ظهرها. وكانت مسكينه كدير واحد الكره ديال القطن مع واحد الحزام، كانت كتزيرو على كرشها باش يلا تقدر توقف مقاده، حيت كرشها فحال الا قلتو ما كايناش اصلا. ولعل وعسى انه هاد القصه تخلي اليقين ديالنا في الله يكون كبير، فالله هو مسبب الاسباب وهو فعال لما يريد. داكشي علاش فين ما تدعيو بشي حاجه الخوت تفكروا هاد القصه هادي وتفكروا ان الله قادر على كل شيء، غير هو كيبغي اليقين ديالنا فيه يكون كبير. فخليو يقينكم بالله كبير وعرفوا انه كل شيء عند الله قريب. هنا نكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا، كنتمنى تكون نالت اعجابكم، وما تنساونيش من الدعم ديالكم باللايكات والشير والسبسكرايب، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم كاملين. خليت لكم الراحة، كان معكم فوبيا، سلام.